حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. تعالوا بينا بقى نصلي على حبيبنا النبي، واقول لكم كده ابني شاف اكلة كده وقال لي انا عايزة اكلها، يا رب تعمليها زي ما شفتها. تعالوا بينا اقول لكم هي ايه. جبت كده معايا فليه، وجبت كمان مكرونة، وشوية الخضار اللي انتوا شفتوهم دول. هنا عملت ايه؟ نزلت بالحلة وحطيت فيها معلقة زيت، وكمان هحط فيها معلقة سمنة، وهحمر المكرونه بتاعتي. عادي، انا لما بيكون عندي مكرونه اللي هي المعوجه دي بحمرها، عندي الصغيره بحمرها، الموجود عندي بعمله. وهمسك كده المكرونه احمرها. بس اهم حاجه لو انت لسه بتتعلمي بقى تحمير المكرونه جديد لازم توطي عليها. هنا طبعا كنت قشرت بطاطس وقشرت الجزر وقطعتهم حتت صغيره كده، معلش الفيديو جيب الطول. وهعلق عليهم على النار بكوبايتين ميه. هنا كانت خلاص البطاطس والجزر دخلوا في السوا. قطعت الفاصوليا والبروكلي وهنزل عليهم بالفاصوليا والبروكلي وهديهم تقليبه. الميه بتاعتي مش كتير عشان خاطر ما تسويهوش قوي. هنا كانت الحمد لله المكرونه بتاعتي اتحمرت. بصي لما توطي النار المكرونه تطلع عندك كلها زي بعضها. هنا بقى كان عندي كيس صلصه هنا بقى انا مسبكه الصلصه وحطها في الفريزر. نزلت كده بكوبايه صلصه صغيره، وكمان هنزل بالميه من الحنفيه عادي خالص. وهسيب المكرونه بتاعتي على النار. بس طبعا قبل ما اسيبها هحط لها ايه؟ هحط لها ماجي، وهحط لها ملح وفلفل اسمر وشويه كمون صغيرين. عايزه اقول لكم المكرونه بالطريقه دي طعمها حلو قوي قوي. وتقدري كمان تعمليها من غير صلصه بالميه بس وبرضه بتطلع جميله. بس كده، واول ما تخش في الغلاء يعني تغلي هوطش عليها النار. هنا بقى كان خلاص الحاجات بتاعتي كلها اتسلقت. وعايزه اقول لكم بصوا محتفظه بلونها، وكمان مش مهريه قوي. هصفيهم كده في المصفى. طبعا حطيت الجزر والبطاطس الاول عشان بيبقى وقتهم اكتر من البروكلي واكتر من الفاصوليا. بصي بقولك الفاصوليا كمان استوت ورغم كده ما اتكسرتش. هنا بقى جبت معلقه زيت وحطيتها كده في الحله، وهنزل بالكلام الحلو ده كله واديله تشويحه على النار بشويه فلفل وشويه ملح. هنا كانت المكرونه كمان استوت، بصوا عامله ازاي. هنا بقى الناحيه التانية حطيت الجريل على النار، برضو التصوير جيب الطول. وهشوي حتتين فيليه بس على قد اللي هياكل. وهنا كان الغدا بتاعي كله خلص، وكمان شويت بصل مع الفيليه. ايه رأيكم بقى في الغدا بتاعي؟ وهو ده النهارده الاكل اللي ابني شافه على النت، بس شاف بصراحة ال- الخضروات بس ما شافش المكرونة. وقال لي تعرفي تعمليها زيه؟ قلت له نشوف. هو بقى هيحكم على الاكل بتاعي الحلو ده. بس كده، وتعالوا اتفضلوا معايا الاكل السهل السريع ده، واشوفك الفيديو.